حظي المقرئ العالمي الشيخ زكريا حمامة مساء أمس باستقبال كبير وحفل تكريمي بهيج بعد تتويجه ثانيا في مسابقة القارئ العالمي التي نظمت مؤخرا بمملكة البحرين. الجماهير الغفيرة كانت في استقبال الشيخ في مدخل المدينة، ثم أقامت له مواكب سيارة جابت به شوارع المدينة احتفاء وافتخارا بإنجازه العظيم. وعقب صلاة العشاء تم تنظيم حفل تكريمي على شرف الشيخ زكريا بمسجد حمزة بن عبد المطلب بمبادرة من المجتمع المدني وبحضور رئيس البلدية ومشاركة عديد الشخصيات البارزة. وهذا الحضور القوي أثر كثيرا في الشيخ زكريا الذي قال عن تكريمه: والله فاجئوني بمفاجأة كبيرة والحمد لله على كل حال. كانت رائعة بمعنى الكلمة، وما كنتش متوقع حتى أنني ربما انهارت يعني بالبكاء كما قال. الحمد لله، وكان الناس يعني في المستوى الكثير يعني الحمد لله على كل حال. المشاركون في حفل تكريم الشيخ حمامة وإن تعددت صفاتهم ومستوياتهم إلا أن الكل أجمع على الافتخار بهذا الشيخ الذي شرف الجزائر قاطبة في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم. عرفنا كمجلس شعبي بلدي اليوم بتكريم الشيخ حمامة زكريا حافظ القرآن الكريم والذي شرف الجزائر، ونتمنى أن يكون فعل خير على كل أبناء منطقتنا وكل أبناء الجزائر ليتبعوا سنة الله سنة رسول الله وكتاب الله ويحفظوا القرآن الكريم إن شاء الله. يعني ممثلا عن السيد مدير شؤون دينية والأوقاف لولاية بسكرة، أتشرف أن المتحدث مفتش الشؤون الدينية والأوقاف بحضور هذا التكريم الكريم والبهيج والمثلج لصدر كل مؤمن أن يحضر مثل هذا الحشد قصد تكريم رجل من أهل القرآن. هنيئا له وهنيئا لأهل هذه البلدة المباركة بهذا الفوز ومزيدا من النجاحات إن شاء الله. كجمعية مسجد حمزة بن عبد المطلب في الحقيقة هذا فخر لنا ولبلادنا، وهذا قليل في تكريمه في كذا، ونسأل الله العلي العظيم أن يوفقه وأن يجعله ذخرا لبلادنا وذخرا للوطن الإسلامي كافة. ونحن كمجتمع مدني وكجمعيات منطقة مدينة أولاد جلال احتفلنا اليوم بأخينا زكريا حمامة القارئ العالمي. احتفلنا به وفرحنا به لأنه رفع الراية الوطنية خفاقة في هذا النادي العالمي، ونتمنى أن هذه التظاهرات وهذه الانتصارات أنها تكون لجميع الشباب الجزائري.